الواحد بقاله شوف الموضوع دوت وبقاله فتره. الموضوع مش قبل امتحان الكيمياء بيوم ولا حاجه، لا الموضوع من شهر 3 اللي فات، عموما يعني من رمضان اللي فات. السنه اللي فاتت كان في كتاب كده نزل، فانا كان بيقول لك الكتاب ده يجي منه الامتحان وبتاع. كان كتاب كان كتاب بنك معرفه وبتاع، يجي منه الامتحان، والحاجات اللي هي بتبقى عشان الفلوس والكلام دوت ويبيعوا والكلام. طبعا مفيش كتاب بيجي منه الامتحان ولا حاجه خالص، يعني الافكار اللي بتيجي. فانا شتمت الكتاب وقلت الكلام ده هبل وبتاع، وصل للناس وبتاع. المهم كان فيهم واحد في الوزاره وبتاع دوت حاول يرضيني بكل طريقه ممكنه والكلام دوت، وعملوا كتاب تاني واحنا عملنا كتاب المره دي ويا رب يعجبك والكلام دوت وبتاع. لما عمل الكتاب والكلام دوت. المهم قلت له شرف ان انا اتعرف على حضرتك، واتعرفت عليه والكلام دوت وجا اكتر من مره واتكلمنا اكتر من مره والكلام ده. بعد كده في شهر رمضان اللي فات كلمني اكتر من مره، ما ردتش عليه عشان انتوا عارفين انا طبعا ما بردش على التليفون يعني. المهم بعت لي قال لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على الموبايل اهو. استاذن حضرتك في مكالمه فيها الامر هام، حاله سماح وقتكم بعد رمضان، وكل سنه وانتم طيب والكلام دوت. انتوا عارفين طبعا برد بعدها بسنه وما ردتش والكلام دوت. وبعد كده رديت عليه، او بعد كده كنت في حصه في ابن بيتك، حتى انا فاكر كل المواعيد وكل التواريخ. الحصه كانت يوم سبت في ابن بيتك. فبعد الحصه قلت اتصل بيه لان الراجل اكبر مني وبعت له اكتر من مره، فعيب يعني اللي هو بتاع. فاتصلت بيه واتكلمنا، قال لي معاك حد؟ قلت له لا والكلام دوت. فقال لي طبعا انت عرفت اللي حصل في الفيزياء السنه اللي فاتت والكلام دوت. قلت له اه انا عارف كل التفاصيل وعارف اللي حصل في امتحان الفيزياء والكلام دوت وامتحان التسرب والكلام ده. قال لك هو مش هو ده بس اللي احنا سربنا له امتحان الفيزياء، لا ده اكتر من حد، بس هو الغبي اللي طلع قال الاسئله بالارقام والكلام ده كله وبتاع. الشخص ده من بلبيس، اه من بلبيس، قولا واحدا كده يعني. المهم اكمل ولا ايه؟ اكمل. اتصل بيا وقال لي اتصل بيا وقال لي انا خايف يا ولا لا. لا يا عم خلينا وش حلو حتى. اتصل بيا وقال لي قال لي في عرض انا بعرضه عليك يعني. قال لي على حضرتك، انت عارف ان طبعا برضه انا قيمه يعني. العرض دوت فلاشه. الفلاشه دي عليها 200 سؤال في الامتحان. هتاخدها وتغير شويه ارقام في الاسئله بتاعتها وبتاع دوت، وتحطها وسط مراجعتك ويبقى معاك الامتحان والكلام ده كله. كمل عرضه طبعا وقال لي بعد كده بقى هتذيع وتعلن وتعمل الدعايه اللي هي معموله، الدعايه اللي معموله دلوقتي حرفيا تاخد سكرينات، واحنا هنقول لك السكرينات دي تاخدها امتى وازاي، وايه الحاجات اللي ترفع والحاجات اللي ما ترفعش و... والكلام ده كله وبتاع. فانا اتخضيت، اللي هو انا كنت فاكره اصلا بيكلمني عشان يقول لي انك انت هتحط الامتحان معانا والله يعني، من خضة المكالمه. ف... لا اتخضيت يعني، اللي هو دخلت في خضه كده وبتاع. وهكلمك وقت تاني والكلام دوت. هي مكالمه قعدت بالظبط 17 دقيقه، انا فاكر حتى انا معايا سكرين اهوت المكالمات يعني. فلا دخلت في خضه ودخلت ما بين بصوا حطوا نفسكم مكاني. انا مش طالع اللايف عشان اقول ان انا ملاك ولا ان انا احسن واحد في الدنيا. انا اكيد الشيطان غلبني يعني، اكيد الشيطان في وقت من الاوقات فكرت في اكتر من حاجه. اكيد اول سؤال سالته لي اشمعنى انا يعني. اكيد اول حاجه انت ممكن تسالها في حياتك دي كلها اشمعنى انا. ده سؤال مهم يعني. فقال لي انت راجل مجتهد والكلام دوت، وانا عارف ان انا مجتهد طبعا يعني. قال لي انت راجل مجتهد والكلام دوت، وشايفينك من الجيل الطالع وراجل محترم، والموضوع ده مش ليك انت بس، ده اكتر من مدرس في اكتر من محافظه. وقال كده وقد كان فعلا، كان طلعوا اكتر من محافظه، اكتر من مدرس اكتر من محافظه. وقال لي اوعى تفتكر بس ان انت اللي عملت كده، ده كل المدرسين اللي طلعوا اونلاين عملوا كده، واسكندريه والسويس. وعلى ذكر اللايف انا حابب يعني بجد والله بعد اللي انا شفته دوت يعني ربنا يبارك لمستر خالد صقر يعني، عشان هو ما دخلش في الدوامه دي. وعموما يعني هو اول ما قال لي موضوع بتاع اسكندريه وصل كده وبتاع البيس وصل كده، انا ما صدقتوش. بدات بقى هنا ان انا ما صدقش، عشان هم اصلا اسئلتهم ما بتجيش بتحمل بالنص. انا شايف انها كرم من ربنا وتعبهم والكلام ده كله. بدات اقول لا يعني انت بتتكلم في مادتي. قالوا الاسئله دي مش موجوده في اي كتاب. فبرضو انتوا عارفين طبعا انا حافظ اي اي سؤال هيجي منه الكتاب دوت.
اي سؤال ممكن يتحط، ممكن يتجاب من كتاب، انتوا عارفين اقول لكم اسم الكتاب ايه يعني، عشان تعرفوا ان حافظ اسماء الكتب كلها يعني. فالمهم اترددت اللي هو هنتكلم تاني والكلام ده كله بتاع. قال لي طب انا اقابلك بس، واقابلك في مكان بره العاشر من رمضان والكلام ده كله، بره بالبيس والكلام ده كله. فانا اترددت الصراحه يعني، اوافق ما اوافقش. ساعتها بقى يعني اتكلمت مع حد صديق مقرب قوي واخويا، يعني اللي هو من غير ما حد يعرف اعمل ايه، اللي هو بجد فكرت اعمل ايه، اللي هو ما بين حاجه تانية خالص او وصله تانية خالص، وما بين انا خايف يعني برضو، حسبتها خوف، لازم تحط نفسك مكاني يعني، خايف. تمام. فساعتها حد نصحني قال لي هات اخره، يعني شوف اخره ايه والكلام ده كله بتاع. انا بقى بدأ الشيطان يخش في حته الفضول، طب انا هشوف الاسئله واعرف هي من كتاب ولا لا، طب ولو مش في الكتاب يبقى فعلا هي اسئله الامتحان. وبعد كده قلت طب ما انا احطها في مراجعتي ويبقى زودت اسئله للطلاب، يعني انا احط مراجعتي واحط فيها وزياده خير، جه منها الامتحان جه ما جاش، فانا كده كده واثق في مادتي، واثق يعني الحمد لله انا بعرف اتوقع الاسئله، بعرف اقرا اسئله السنين اللي فاتت وبناء عليها اقدر اتوقع اسئله الامتحان، فانا مش خسران حاجه بامانه. وبعدين قلت ولو جه منها الامتحان تمام. بعدين قلت بس انا كده هتشهر، ولما اتشهر هيبقى فلوسي كلها من اول لاخر مبنيه على حرام، والله العظيم ده اللي فكرت فيه بجد. يعني فلوسي كلها تبقى مبنيه على حرام. فانت ما بين نارين، نار الفضول انك تشوف الاسئله دي وهل فعلا هيجي منها الامتحان ولا لا، ونار لا حرام يا محمد اللي انت بتعمله دوت، وحياتك كلها تبني على الحرام، وهي حرام يعني، عشان بس نكون متفقين كده، اللي قلبك مرتاحلوش فهو حرام. فلا قعدت فتره وقعدت اسال صاحبي اللي هو دوت، ما كانش صحابي يعرفوا، صاحبي واخويا بس اللي كانوا يعرفوا الموضوع دوت. فقعدت افكر اعمل كده ولا لا، اعمل كده ولا لا. تمام. فلا ما انا ما بقولش كده عشان اقول لكم ان انا ملاك، انا بقول كده اكيد شيطان غلبني في وقت، واكيد فكرت ان انا اوافق، عشان بس نكون متفقين كده. انا فكرت ان انا اوافق في وقت من الاوقات، وبس بعدها الراجل اتصل بيا تاني ومعايا مكالمات وبيرن اكتر من مره. طبعا انت عارف انت لما تكون خايف من حاجه وحد بيرنك اكتر من مره، اكيد في الاول ما بتردش، يعني اللي هو اكيد مش هترد، يعني اللي هو اكيد لا لازم افكر والكلام دوت. بس الراجل بيرن بطريقه مريبه وبيزن، اللي هو انت عارف الشيطان لما بيزن، يعني اللي هو ايه يا عم في ايه، اديني طب اديني فرصه افكر. تقريبا هو استغل انه اكبر مني في السن وانا لسه صغير، فبيضرب على النار، يعني اللي هو زي ما بيقولوا ما تديش فرصه انه يفكر، يقول لك لا اقعد زن عليه والكلام ده كله. بس كتر زنه انا شكيت ان هو مش هيجي منه حاجه، يعني كلام على الفاضي. على فكره هو وراني كارنيه ان هو شغال في الوزاره فعلا بالمناسبه، واي كتاب كانت الوزاره بتنزله كان بيبعته لي اول باول، عشان تبقوا عارفين، تقدر تقول بقى دي فتح كلام يعني. بعد كده قال لي طب اشوفك بس وهنقعد والكلام دوت. بالمناسبه قال لي انا اقول لك طريقه البوستات بترفع ازاي، الفلاشه هتاخدها ازاي، هتعرض اسئلتك امتى وازاي. واقسم بالله بحلف باقسم بالله نفس اللي بيحصل دلوقتي على السوشيال ميديا وسكرينات البوستات والكلام ده هو اللي اتقال لي ان انا اعمله. بحلف باقسم بالله العظيم ثلاثه اصلا يعني. انا اقسم بالله واقسم بالله اول ما شفت امتحان امبارح، شفت مدرس ما نزل البوستات دي، والله رحت حلفت لواحد صاحبي ان هو شاري الامتحان، والله قبل ما كل الضجه دي تتعمل. مدرس ما شفته والله العظيم ثلاثه قبل اي ضجه دي ما تتعمل، قلت ان هو شاري الامتحان، لان دي نفس الدعايه اللي اتقال لي ان انا هعملها. تمام. فالمهم انت بتفكر، بصوا يعني انت دلوقتي في سالت نفسي كتير ما رسيتش على بر الخير والشر، واحد يوافق وواحد ما يوافقش، واحد اوافق ولا ما اوافقش، اوافق ولا ما اوافقش. ف الراجل قال لي انا عايزك، قلت له انا مش فاضي، وبحاول اهرب وفي نفس الوقت بشوف هو اخره ايه برضه. فكرت اسجل مكالمات، ما اكدبش عليكم، بس بشوف انها حرام فما سجلتش المكالمات. بس انا والله معايا سكرين الشات، هو دايما بيتحال عليا اتكلم يعني. تمام. ومعايا كمان سجل مكالمات واوريكم هو رن عليا قد ايه، لا رن عليا كتير قوي وانا ما كنتش برد عليه، يعني رن عليا كتير قوي كمان. فبعد كده هو بتاع بوست اسئله الكبرى قال لي شفت بوست امبارح. بعد كده بلغته والله العظيم النهارده، اتصلت بيهم قالوا لي لازم الطالب هو اللي يتصل. تمام. فبعد كده جه، وكانت اول حصه اربع في المراجعه، يعني لو تفتكروا حتى في الحصه دي القاعه اتحرقت وطلعنا فوق، يعني سبحان الله. فقال لي انا عايز اكلمك بس حتى اقعد معاك 10 دقايق. فقلت له انا ما بفضاش خالص غير بالليل. قال لا انا مش فاضي بالليل. قلت له ممكن اجي اصحى لك الصبح قبل الحصه، انتوا عارفين طبعا حصتكم الساعه 9، انا باجي الساعه 10 عشان ابدا الحصه. كانت اول حصه مراجعه وقاعه اتحرقت، سبحان الله كانت اشاره بقى ولا ايه. فالمهم فجت الساعه 10 الا تلت نزلت من البيت، قال لي انا الساعه 10 ل 10 هكون عندك، هكلمك بس 10 دقايق. فقلت ماشي. فجت الساعه 10
ما جاش. جت الساعه 10 و10 ما جاش، ورن عليا والله، والرنه بتاعته واقسم بالله الرنه انا هاخدها سكرين اهي عشان اوريها لكم. الساعه 10 و9 دقايق بالظبط كان رن عليا اهو. 10 ده الرقم باين 10 و9 دقايق بالظبط كان رن عليا، فما ردتش عليه. فالمهم بدات الحصه بتاعتي في مراجعه، وانتوا عارفين ما بحبش حد يقاطعني. فالمهم دخل بودي حتى في القاعه، لو تفتكروا القاعه الحصه طلعت فوق، دخل بودي وقال لي في واحد عايزك اسمه ياسر بره. انا قلت الاسم، المهم قال لي في حد عايزك بره، وانا ماليش دعوه بمحكمه او مش محكمه، او ماليش دعوه، انا ما اعرفش الكلام دوت ممكن يفيده ممكن ما يفيدش اصلا، ممكن يتاخد دليل وممكن ما يتاخدش دليل. وبعد كده قال لي انا عايزك فبودي جالي، فقلت له لا انا مش هطلع له. ساعتها تحط مكانك نفس الراجل، انا جيت لك لحد عندك لحد باب قاعتك وانا ما رضيتش اطلع له، اكيد انتوا اكيد دي بالنسبه له يعني، فاكيد مش هيكلمني تاني. فانا ساعتها حسيت ان هو كده خلاص الموضوع اتقفل وانا قفلته. بس بيني وبين نفسي برضو يا احمد انت قفلت على نفسك امتحان، يعني امتحان وكان ممكن يجي منه فقلت اتصل بيه طيب اراضيه ولا فاكس. فقلت لا انا هنت راجل كده. وبعد كده في نفس اليوم كنت في مشكله، فربنا فرج عليا، ما اكدبش عليكم يعني المشكله دي اتحلت. فلما المشكله اتحلت قلت لا دي اشاره ان انا صح، واللي عملته ده صح. فقررت ان انا اقفل الباب دوت وما افتحوش ابدا. وسبحان الله الحمد لله الحمد لله. كنت قلقان اللي هو انت قفلت على نفسك سكه الامتحان يا محمد، وممكن الامتحان يجي صعب، وانت محتاج اكيد الشهره، ومحتاج اكيد ان الناس تبقى متابعاك. بصوا يا جماعه انا ما بتكلمش عشان اقول لكم انا ملاك ولا بقول الكلام ده، اكيد اي حد فينا بيتمنى انه يوصل، واكيد اي حد فينا بيتمنى ان يكون الدنيا كلها بتاخد معاه درس، والطلبه كلها بتاخد معاه درس وبتاخد معاه درس. اكيد 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 اي حد في الدنيا دي كلها يتمنى ده. انا ما بقولش ما اتمناش ده، ما بقولش انا ملاك وما اتمناش دوت، وان انا عملت كده عشان انا جامد وعشان انا فرتيك. انا الحمد لله واثق في مادتي العلميه بالمناسبه، واثق جدا ان انا اقدر اتوقع لك اي امتحان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، دي موهبتي من صغري الحمد لله، ربنا كرمني بيها. وقد كان كرم ربنا ده امبارح ان الامتحان، وقد كان الامتحان امبارح الحمد لله فيش طالب واحد بس طلع قال الامتحان مش مراجعتك، فيش طالب واحد بس قال انك ما قصرتش معانا، مع ان انا كان ممكن اكون مديك الامتحان والامتحان يتامن مراجعتك بالنص. بس انا قلت الافكار الحمد لله، والافكار ديت الحمد لله لسه موجوده، والافكار دي موجوده الحمد لله، وربنا كرمني عشان انا قفلت باب الشيطان. يعني انا افضل الحمد لله ممتن للي حصل. انا امبارح قدام مدرسه السادات اولياء الامور شالوني، يعني اولياء الامور شالوني وقعدوا يصوروني. انا في وليه امر جت بس راسي يعتبر. ده كله ليه؟ ده كله عشان قفلت باب الشيطان. فانا بقول لك ان انا لو عايزين اساعد في اي حاجه في الموضوع ده انا مستعد اساعد، ومعايا الرقم ومعايا الشات. وده رقم واحد. رقم اتنين انا قلت كده عشان ما تقلقش، انا ربنا كرمني، وربنا كرمني عشان قفلت باب الشيطان، والحمد لله قفلت باب الشيطان. وقلت لحد انا اطلع اتكلم قال لي ما افتحش باب عليك، وبس انتوا مجهورين قوي يا عيال. فانا فتحت باب عليا وما اعرفش الباب دوت هيبقى اخره ايه ونهايته ايه. يا شباب انا ما بقولش كده عشان ترند ولا عشان اي حاجه، انا ما اعرفش انا قلت كده ازاي، وما اعرفش اللي هيحصل فيا بعدها، وما اعرفش اللي حصل دوت صح ولا غلط. ولايف يا ريت شيروه، مش برضه عشان تشيروا عشان اي حاجه من الكلام دوت، عشان ده اللي حصل فعلا. والحمد لله ان انا ما وافقتش، والحمد لله ان انا اتحطيت في ابتلاء وقدرت اطلع منه. يعني الانسان بيبقى عنده مبادئ لحد ما يبتلى. الحمد لله ان الابتلاء دوت قدرت اطلع منه. انا امبارح الحمد لله قعدت ادعي ربنا، قعدت احمد ربنا اليوم كله ان انا ما وافقتش الحمد لله. ممكن اكون لما شفت البوستات غيرت، اللي هو انت ازاي ما توافقش ما كل الناس عملت كده، اكيد غيرت طبعا. بس قعدت اقول بص لطلابك، بص الناس فرحت ازاي باللي حصل في الامتحان، والناس كلها قعدت تشكرك، والناس كلها قعدت تبارك لك، والناس كلها بست راسك. فكرم ربنا اكيد اوسع من اللي انا كنت بتمناه. وما اعرفش الدنيا تبقى ماشيه معايا ازاي، وما اعرفش ممكن الطلاب تجي له ممكن ما تجيليش والكلام ده كله. بس انا قلت كل اللي انا عاوزه وقلت كل اللي انا عاوزه، والحمد لله انا راضي على اللي انا قلته، وربنا يستر بعد كده اللي حصل. وانا معايا الارقام ومعايا الشات، لو حد عايز مني اي حاجه رسميه انا تحت امره يعني. بس كده، سلام.